بنت صغيرة بتكتشف ان عندها قوة خارقة جاية من غضبها وبتقدر تسيطر عليها وتستخدمها في الخير. انتوا بتسمعوا محمد شمس وده فيلم من الاخر، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب المتين. في مستشفى ولادة المدينة بيكون ميعاد ولادة اندريا مرات هاري، اللي بتعرف ان المولود بنت، وبيزعلوا جدا هما الاتنين علشان كان نفسهم في ولد. لكن بتعدي الايام وبتكبر ماتيلدا بنتهم، بيكونوا مهملين فيها جدا لدرجة ان هما مش بيقدموا لها في المدرسة، لكنها بتكون مجتهدة جدا وبتروح المكتبة كل يوم فيليبس علشان تاخد منها كتب وتعلم نفسها. ولما بترجع البيت بتلاقي مدرسة اسمها هاني جاية لها من هيئة التعليم علشان تطمن على مستواها الدراسي وتشوفها هي ليه ما قدمتش في المدرسة. وبتفرح جدا ماتيلدا علشان وعدتها هاني ان هي هتروح المدرسة خلاص، لكن ابوها بيخوفها من المدرسة جدا وبيعرفها ان المديرة ترانش شريرة وبتعذب الاطفال، وهو كمان وصاها عليها وبيقول لها ان هي شقية جدا ولازم يعاقبوها كل شوية عشان تتعلم الادب. وبعدها بتقرر تنتقم وبتحط لهاري صبغة خضراء في كريم الشعر بتاعه اللي بيحطه كل يوم. وتاني يوم تروح لفيليبس علشان تحكي لها قصة جات لها في وهي عن لاعب ترابيز حب زميلته في الفرقة بتاعة السيرك واتجوزها، لكنهم ما بيخلفوش، وده كان مأثر على نفسيتهم جدا وبيخليهم يقدموا اخطر انواع العروض في السيرك علشان مش فارق معاهم حياتهم. بتقرر ماتيلدا تكمل لها القصة بكرة وبتروح المدرسة وبتكون مراقباهم ترانش بالكاميرات وبتعاقب اي حد بيخالف من الاولاد. وهاني بتاخد بالها من شطارة ماتيلدا وتعرف منها ان هي اللي بتعلم نفسها بنفسها، وبترفض ترانش طلب هاني انها تتأهل لصف اعلى من سنها. وفي البيت بتكتشف ماتيلدا ان ابوها وامها نصابين، ولما بتعرضهم بيتعصب عليها جدا، واصحابها في المدرسة بيعرفوها ان اكيد عندها قوة خارقة، ده لان هي شاطرة جدا وممكن تحرك الحاجات عن بعد لكنها مش بتعرف. ويبان ان ماتيلدا طيبة جدا مش ذكية وبس، وهي بتقدر تحمي اي طالب من ترانش وبتقف قدامها كمان. ولما بتعرف ترانش ان ماتيلدا تبقى بنت هاري بتعرفها ان ابوها موصي عليها جدا وانه لازم نشد على تربيتها قبل تعليمها. بتكمل ماتيلدا لفيليبس القصة بعد المدرسة، وان في ليلة العرض الاخطر بيرفض لاعب الترابيز انه يكمل العرض علشان حمل مراته، والجمهور بيكون فرحان ليهم جدا وبيقوموا يسقف لهم. لكن بنت صاحب السيرك بتقول لهم لو ما عملتوش العرض هحبسكم بالعقد اللي انتم ماضيين عليه. بتسيب ماتيلدا فيليبس وتقرر ان هي تكمل لها قصة بعدين لان هي لسه ما كملتش في خيالها. وبيكون في حد اكل من كيكة ترانش، بيطلع بروس هو اللي عمل كده وبيكون كل قطعة واحدة منها، وبتقرر ترانش تعاقبه بانه ياكل باقي الكيكة كلها لوحده، لكنه بيقول لها مش هعرف، وبيشجعوه اصحابه لغاية ما يخلصها كلها. بتروح ماتيلدا تكمل القصة لفيليبس بعد المدرسة وانهم اتفقوا مع بعض يعملوا العرض. بيكون اللاعب فقد تركيز بسبب حمل مراته، لكن بينقذ مراته على اخر لحظة، وبسبب قلة تركيزه بتفلت من ايده وبيوديها بعد كده المستشفى وبتموت هي، بس بنتها بتتولد وبتعيش. وتقرر بنت صاحب السيرك تربي البنت بقسوة، وابوها ما بيكونش عارف ده وبيفتكر ان هي بتكفر عن موت امها. وبسبب غضب ماتيلدا من اعمال ابوها وامها في النصب بتكتشف قوتها الخارقة للتحكم في الاشياء عن بعد. بتطلع بس ساعة الغضب. في المدرسة بتكون محبوبة جدا لان هي الوحيدة اللي بتسكت ترانش، لكنها بتكون سمعاهم وتقرر تنتقم وتدربهم تدريب الصاعقة بتاع الجيش. ولما الاطفال بيتعبوا تقرر ماتيلدا تاخد سحلية وترميها في قفاها وبتجري بسرعة منهم. وكمان بتعرف هاني بعدها بقدرتها الخارقة، وبتعرف ماتيلدا ان هاني هي بطلة القصة اللي جت في خيالها، وان بنت صاحب السيرك تبقى المديرة ترانش، وكمان سرقت بيتها وخلصت على ابوها وتقرر تنتقم منها. بيعرفها ابوها وامها انهم لازم يسافروا، ده لان هم نصبوا على ناس كتير وخلاص هيجوا ينتقموا منهم، وده وقت الهروب وان هي جايه معاهم. ولما بترجع المدرسه بتقرر ترانش كالعاده تعاقبهم، لكن ماتيلدا بتخوفها بالكتابه على السبوره كأن روح ابو هاني هي اللي قررت تفضحها، وبتعاقبها وبتتفزع جدا منها، بتطيرها وتطردها بره المدرسه، وبتخاف وبتهرب هي وترمي مفتاح المدرسه. ويقرر ابو ماتيلدا وامها يسيبوها لهاني. ولحد هنا يكون خلص فيلمنا، ومتنسوش بقى لايك شير سبسكرايب فيلم الاخر عشان يوصلكم كل جديد.